إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، حياكم الله ونصر الله وجوهكم بنظرة النعيم. ما زلنا بفضل الله وتوفيقه نواصل مسيرتنا المباركة مع رحلة الإنسان إلى دار الخلود، وهذا لقاؤنا الرابع على التوالي مع الموت. والهدف من هذه السلسلة المباركة هي أن ترق قلوبنا، وأن ترتدع نفوسنا، وأن تخشع القلوب لذكر خالقها وبارئها. ألم يكن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ايها الاحبه الكرام، ان النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وان لم تذكرها بالموت في كل لحظه ركلت الى الدنيا ومالت الى الشهوات وتعلقت بهذه الدنيا الفانيه الزائله. وإن ذكرتها بلقاء ربها، وإن ذكرتها باللحظ والثرى ووقوفها بين الخالق جل في مولاه، ذهبت للعبادة ورصدت في ذكر الله جل وعلا، وعلمت أن هذه الحياة الدنيا زائلة لا محالة، لا بقاء لها ولا دوام لها، وأن المستقر يوم أن نقف بين يدي الله العزيز الغفار فيحكم بفضله إلى جنة وإلى نار. نسأله برحمته جل وعلا أن يرحمنا من عذابه يوم أن نلقاه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم مع القبر، هذه الحفرة الضيقة التي تشاغلنا عنها وتغافلنا عنها، حتى أن كثيرا منا حينما نشيع موتانا إلى القبور لا يقف موقف المضطهد ولا يقف موقف المعتبر، بل تجده بين المقابر مشغولا بالدنيا، مشغولا بتجاراته، مشغولا بأمواله، مشغولا بوظيفته، مشغولا بصنعته، مشغولا بأرضه وأبيانه، ولا يفكر ولا يعتبر بهذا الذي يسوى في القبر ويعان عليه التراب ويغلق عليه باب ويبقى وحيدا فريدا في قبره ليواجه ما قد قدمه في دنياه وما اكتسبت يداه وما مشت به قدماه، ليقف بهذا كله بين يدي مولاه جل وعلا. فسد القلوب بلا شك، وتحدرت الدموع في العيون، وذلك من كثرة الذنوب والمعاصي. وأسأل الله العلي العظيم الستار الحليم أن يسترنا برحمته، وأن يغفر لنا ذلاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وهو أرحم الراحمين وهو الغفور الرحيم الذي يغفر لمن تاب إليه ورجع إليه. أيها الأحبة الكرام، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنك أن ظاهر القبر حجارة وتراب، بل إن القبر داخله نعيم أو عذاب. ولقد سمع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ما سمع، فكان يركب دابته فإذا بالدابة تحيد، وكانت في غائط لبني النجار، في حائط لبني النجار، أي في بستان لبني النجار في المدينة، وإذا بالدابة تحيد وتفزع، وكادت أن تلقي برسول الله صلى الله عليه وسلم من على ظهرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأقبر؟ وكانت هناك أقبر 6 أو 5 أو 4. فقال النبي: ما هذه الأقبر؟ أي ما تلك القبور؟ لمن هذه المقابر؟ فقالوا: يا رسول الله
إنها لفلان وفلان. قال على أي شيء ماتوا؟ قالوا ماتوا في الإشراق. قال إنهم يعذبون في قبورهم وإن هذه الأمة تبتلى في قبورها. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عند السؤال في القبور، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة بفضله ورحمته. بل وهذه أمنا عائشة يدخل عليها امرأتان من عجائب يهود المدينة، فقالت يا أم المؤمنين يا عائشة إن الله يبتلي هذه الأمة في القبر، ودعوا لها وقال لها أعاذك الله من عذاب القبر. فقالت عائشة فلم أنعم بكلامهما ولم أصدقهما حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله جاءتا امرأتان من يهود المدينة وقالتا أعاذك الله من عذاب القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ولذلك قالت فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا واستعاذ فيها من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 دعوات يقولهن بعد التشهد وقبل السلام من الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هل تعلمنا هذه الدعوات؟ هل نحن نقول هذا الدعاء بعد تشهدنا وقبل أن نسلم ونخرج من الصلاة؟ نستحيط بالله جل وعلا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهل هناك فتنة عند الموت؟ نعم، هناك فتنة عند الموت تعترضك أيها الإنسان، فكن على حذر وعلى وجل من هذه الفتنة. فقد روي عن الحبيب البشير صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه أن الشيطان يحضر من ابن آدم جميع شأنه، أن يحضر الشيطان في جميع شؤونك كلها، يحضرك في طعامك وفي شرابك وعند خروجك من بيتك وعند رجوعك إلى بيتك، بل وعند موتك يحضرك الشيطان لكي يجعلك تموت على غير الإسلام وتلقى الله الواحد الديان وهو عليك غضبان. وهذا ما قاله عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال حضرت وفاة أبي وكانت معي خرقة لأشد لحييه، أي فإذا مات شددت بالخرقة من أسفل بطنه إلى أعلى رأسه حتى أغلق الفم، وإذا به أجد أبي هذا الإمام العالم العلامة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يغشى عليه من شدة السكرات، ثم بعدما يفيق يقول لا بعد. فقال له ابنه عبد الله يا أبتي إنك كلما أمشي عليك وأفقت من غشيتك هذه قلت لا بعد، فلماذا تقول هذا يا أبي؟ فقال يا بني إن الشيطان يجلس أمامي عاضا على أنامله ويقول يا أحمد فتني فلم تفتني هذا اليوم، فأنا أقول لا بعد حتى أموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه من أعظم الفتن، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا منها. أيها الأحبة الكرام، والقبر أول منازل الآخرة، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا زار المقابر لا يضحك ولا يجلس يتكلم مع الناس، وإنما يتذكر الموت والبلاد ويتذكر كيف يكون حاله في هذه القبور، وإلى أي شيء يصير ما قيله يصبح ما قيله وما فيبكي بكاء شديدا حتى تبطل لحيته، فيقول له الصحابة يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبور فتبكي، فيقول لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن العبد كان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد كان ما بعده أشد وأصعب. وحينما يموت المسلم
أي العبد أي عبد سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، فإن القبر يكلمه والقبر يخاطبه، كما جاء أنه إذا ما دفن العبد في القبر قال له القبر إن كان هذا العبد من أهل الصلاة ومن أهل الورع والتقوى قال له القبر أهلا بك ومرحبا، لقد كنت أحب إلي وأنت الذي كنت تمشي على ظهري، أما وقد صرت اليوم في بطني، فسوف ترى صنيعي بك وكرمي لك. فيفتح له في قبره على مد البصر ويفتح له باب من الجنة ويقال له نم نومة العروس في قبرك لا يوقظك إلا أحب الناس إليك. ويضمه القبر بنة الأمة الحنون، وإن كان غير ذلك قال له القبر لا أهلا بك ولا مرحبا، لا أهلا بك ولا مرحبا، لقد كنت أبغض من كان يمشي على ظهر إلي، أنا وقد وليتك اليوم، فسوف ترى صنيعي بك. فيلتئم عليه القبر، فيلتئم عليه القبر، وقد شبك النبي بين أصابعه وأدخل بعضها في بعض وقال فيلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ويشتعل عليه القبر نارا إلى أن تقوم الساعة ويقف بين يدي الله الملك الجبار فيأمر به إلى سواء الجحيم، فيأمر به إلى سواء الجحيم. رأيت أهل القصور بنوا فوق المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاة على الفقراء حتى في القبور. لعمرك لو كشفت التراب عنهم فما تدري الغني من الفقير، ولا تدري الجسد المباشر ثوب صوف من الجسد المباشر للحرير. فإذا أكل الدود هذا وذاك فلا فضل للغني على الفقير. يا من جمعت الأموال، يا من جمعت الأموال، من جمعت الأموال، أين الذي أعلنته لهذه الأموال؟ لقد أصبح يديك منه عند الموت خالية صفراء، ومسلمت من بعد غناك وعزك فقرا وذلا، ومسلمت من بعد غناك وعزك فقرا وذلا. أين الذي أعددته للشدائد والأهوال؟ أين الذي تدين به بين يديه كبير المتعال؟ أتحسب يا مسكين أنك ستبرز سدى وألا تحاسب غدا، فتقف بين يدي الديان ويسألك عما نطق به اللسان وكتبت اليدان ومست القدمان وعملت الجوارح والأركان. فإن رحمك فإلى الجنان، وإن كان في الأخرى فإلى النيران. فتقف بين يدي الديان ويسألك عما نطق به اللسان وكتبت اليدان ومست القدمان وتحركت به الجوارح والأركان. فإن رحمك فإلى الجنان، وإن كانت الأخرى فإلى النيران. فاستعد للقاء ربك جل وعلا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. عباد الله، هذا الذي استنزل عرش الرحمن فرحا وشوقا للقاء الله له، هذا الذي نزلت
70,000 من الملائكة ليشيعوا جنازته. إنه الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما مات نزل جبريل عليه السلام من قبل رب الأرض والسماوات ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت معاذ بن جبل، وقال له يا رسول الله مات اليوم رجل من أمتك اهتز له عرش الله، اهتز له عرش الرحمن، العرش يهتز، نعم اهتز شوقا وفرحا للقاء روح سعد بن معاذ. ومع ذلك بعدما نزل 70,000 من الملائكة ليشيعوا جثمان سعد إلى قبره، يكون الحبيب البشير بعدما نزل في القبر مع سعد وخرج يبكي قال لو أنه نجي أحد من ضمة القبر لنجي سعد بن معاذ من ضمته. هذا الذي اهتز له عرش الرحمن يضمه القبر ضمة يبكي لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون حالنا وكيف يكون مصيرنا وكيف يكون مآلنا إلى ربنا جل وعلا إذا ما صرنا إليه ونحن على ذنوبنا تلك وعلى تقصيرنا هذا. ولكن أيها الأحبة الكرام باب التوبة مفتوح، عودوا إلى ربكم، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واستعدوا لليلة صبحها يوم القيامة. فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم كما ثبت في كتاب ربنا جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ابن عباس حفر الأمة نزلت هذه الآية في عذاب القبر. وقال ربنا جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا دليل آخر على عذاب القبر أن آل فرعون وأن الكفار والفجار بل والعصاة الذين ماتوا على معصية وماتوا على ذنب وهم مصرين على هذه المعصية أو على هذا الذنب يعذبون في قبورهم عذابا أليما. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في الصباح وفي المساء. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الأحبة الكرام وفي الحديث الذي رواه أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه ليحكي لنا ما يلقاه العبد في قبره إذا ما دفن وإذا ما سوي عليه التراب وأغلق عليه باب القبر. قال كنا في جنازة أحد الأنصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حول رسول الله وكأن على رؤوسنا الطير. فقام سكى النبي صلى الله عليه وسلم بعود في يده وأخذ ينكت به في الأرض ثم نظر إلى السماء ثم نظر إلى الأرض ثم نظر إلى السماء ثم نظر إلى الأرض وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر فأعادها ثانية استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر قالها 3 مرات واستعاذ الصحابة 3 مرات. وقال لهم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة هو أوشك أن يخرج من الدنيا وهو ذاهب إلى الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه. الله أكبر. جاءته ملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة أي معهم أكفان الحرير من جنة الرحمن جل وعلا ومعهم الطين الذي جاءوا به من جنة الرحمن جل في علاه. فيجلسون على مد البصر ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأس المحتضر. الله أكبر. ويكشف الله عنك الحجاب فترى بعينك الملائكة وهم يتنزلون من عند رب الأرض والسماء ليأخذوا الأمانة التي استودعها الله في جسده. تراهم بعينك
وتسمعهم بأذنه. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز كانت زوجته فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان جالسة بجانبه وهو يعالج سكرات الموت فاشتد به النزع، ولذلك يقول يا فاطمة اخرجي عني الآن فإني أرى خلقا ينزلون إلي ليسوا بإنس ولا جان وما أظنهم إلا ملائكة الله الواحد الديان. فينكشف عنك الغطاء وكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. أصبحت تبصر ما كان في خفاء، أصبحت ترى ما كان في عالم الغيب، أصبحت ترى ملائكة الرحيم الرحمن تتنزل عليك بوجود مضيئة مشرقة تحمل لك البشرى من الله الواحد الديان. فيجلس ملك الموت عند رأسك أيها العبد التقي الصالح ويقول الروح أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. فتفرح الروح وتخرج من الجسد كما تنزل القطرة الماء من في السقاء لا ألم ولا تعب بل تستبشر بقدومك على الله حبيب القلوب علام القلوب. فإذا بالملائكة يأخذون هذه الروح ولا يدعونها مع ملك الموت طرفة عين ويضعوها في أسفل من الجنة وحنوط من الجنة ويصعدون بها إلى الملأ الأعلى وتصعد ولها ريح أطيب من ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. ويكون لروحك أيها العبد الصالح معراج كمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك اختلاف بأن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالروح والجسد معا، أما أنت أيها العبد المؤمن فمعراجك إلى ربك لتسجد تحت عرش الرحمن بروحك فقط. فتعرج الروح فيستفتحون السماء الدنيا بهذه الروح فيقول أهل السماء الدنيا ما هذه الريح الطيبة فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيقولون مرحبا به فتفتح له أبواب السماء فيصعدون بها إلى السماء الثانية وأهل السماء الأولى يشيعون تلك الروح إلى السماء الثانية وأهل السماء الثانية يشيعونها إلى الثالثة وأهل الثالثة يشيعونها إلى الرابعة إلى أن يقفوا بروحك أيها المؤمن بين يدي مالك الملك وملك الملوك فتسجد الروح لربها جل في علاه ثم يقول الله جل وعلا لملائكته اعيدوا روح عبد في عليين ثم اعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فتعاد الروح ويأتياك ملكان فيجلسانك ويسألانك من ربك فيجلسانك وينتهرانك بقوة ومعهم مطرقة من حديد. في رواية لو اجتمع عليها الثقلين ما استطاعوا حملها أي لو اجتمع عليها الإنس والجن من لدن آدم إلى يوم القيامة ما استطاعوا حمل هذه المطرقة أي حمل هذه المرزبة. وقال لو اجتمع وفي رواية أخرى لو اجتمع عليها أهل منى ما استطاعوا أن يحملوها فيجلسانك ويقعدانك وتأتي الروح في أمسك حتى تكون في صدرك فتسمع وترى ولكنك لا تستطيع أن تتحرك فيقولان لك من ربك فإن كنت قد عشت على الإيمان والتوحيد وعلى طاعة الله الواحد الديان ثبتك الله العزيز الحميد في قبرك تلقنك الإجابة فأنت الذي كنت تحافظ على الصلاة وأنت الذي كنت تحافظ على سنة رسول الله وأنت الذي كنت تأتمر بأوامر الله ورسوله وتنتهي عن مناهج الله ورسوله وأنت الذي كنت تخشى الله وتخشى لقاء الله جل وعلا فعشت على الإيمان ومت على الإيمان فيثبتك الله جل وعلا عند السؤال في القبر فيقولان لك من ربك فتقول ربي الله وما دينه فتقول ديني الإسلام فيقولان لك
وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم فتقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان لك وما علمك به؟ ما علمك به؟ فتقول قرأت كتاب ربي جل وعلا فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيفتح له بابان، باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويقولان له الملكان انظر هذا مكانك في النار لو أنك قد كنت عصيت الله، ثم يغلق هذا الباب، ثم يقولان له انظر وهذا مكانك في الجنة فهو مكانك تتنعم فيه إلى أن تقوم الساعة وتقوم لله رب العالمين من قبرك، فيفرح العبد لما يراه من نظرة ونعيم في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لكي يذهب إلى منزله الذي أعده الله له في الجنة. ثم يأتيه شخص عليه ثياب بيضاء حسن الوجه طيب الرائحة، فيقول له أبشر أبشر بأحسن يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، فيقول من أنت؟ فرجلك الذي يأتي بالبشر والسرور، فيقول أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا أمرك بالمعروف، أنا نهجك عن المنكر، أنا دعوتك إلى الله، أنا زكاتك، أنا صيامك، أنا حجك، أنا عمرتك، أنا سعيك بين الناس بالإصلاح، وأنا أعمال الخير التي كنت تحملها، نم في قبرك قرير العين، فأنا أنيسك وجليسك إلى أن تقوم لله رب العالمين. تخيل حينما توضع في قبرك وحيدا فريدا، لا أهل لا ناس لا أطياب لا سلطان لا جاه، أين الذي بنيت؟ وأين الذي جمع؟ وأين الذي ادخر؟ وأين الأبناء؟ وأين البنات؟ وأين النساء؟ وأين الخدم؟ وأين الحسب؟ وأين الذهب؟ وأين الفضة؟ أغلق عليك الباب ووصلوك إلى العزيز الوهاب، فإن تبت عليه قبل التوبة فإنه تواب، ويقرع سمعك بداء الملك الجبار، ويقرع سمعك نداء الملك الجبار، عابده رجعوا وتركوه وفي الصراط دخلوه وللحساب عرضوك، ولو يبقوا معك ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. عبدي رجعوا وتركوه وفي التراب دفنوه وللحساب عرضوه، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. وإن كان العبد فاجرا ومات على معصية الله أو كان كافرا نزلت إليه ملائكة سود الوجوه، نسأل الله العفو والعافية، معهم أجفان من النار ومسوح من النار، نسأل الله أن يعافينا من هذا، ومسوح من النار، فيجلسون على مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأس هذا الفاجر ويقول الروح أيتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث اخرجي إلى رب عنك غضبان، فتتفرق الروح في الجسد خوفا ورعبا وفزعا، فينتزعها ملك الموت من الروح كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي كما تنتزع الحديدة ذات الشعب الكثيرة التي وضعت في صوف مبلول بالماء فخالطها الصوف، فإذا ما انتزعت من هذا الصوف قطعت تلك الصوف، فكذلك تتقطع الروح والأوصال من شدة انتزاع الروح من جسد الكافر. أعاذنا الله من هذا.
فلا يدعوها في يد ملك الموت حتى يأخذوها ويضعوها في أسفل من النار ومسوح النار، وتخرج كأمثل ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء ويستفتحون لها أبواب السماء فيقول أهل الملائكة: ما هذه الروح الخبيثة؟ ما هذه الريح النتيلة؟ فيقولون: إنها روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا، فلا تفتح له أبواب السماء. ثم ينادي مناد من قبل الله جل وعلا: أن أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، واكتبوا كتابه في سجين في النار السفلى أعاذنا الله، في نار جهنم. فتعاد الروح فيأتياه ملكان أصواتهما كالرعد أبصارهما كالبرق القاصف يثيران الأرض بأنيابهما فيقعدانه ويجلسان ويقولان له: من ربه؟ فهو الذي عاش على العصيان، وهو الذي عاش على مخالفة أوامر الواحد الديان، وهو الذي عاش مستهزئا بسنة رسول الله، لا يعرف له ربا ولا يعرف له دينا ولا يعرف له نبيا، إنما ربه كان المال، وكان ربه السلطان، وكان ربه الجاه، وكان دينه هواه وإلهه هواه، وكان نبيه ما يتمناه هو. فيقولان له: من ربك؟ فيقول في سكرة عجيبة: لا أدري. فيضربانه بمطرقة من حديد فيصير ترابا ويشتعل عليه القبر نارا، ويقولان: لا دريت ولا تلو. ثم يعيده الله جل وعلا فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. هو الذي عاش في سكرة في الحياة الدنيا ومات على هذه السكرة. فيقول: لا أدري. فيضربانه ضربة ثانية يشتعل عليه القبر نارا، ثم يعيده الله جل وعلا فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: محمد رسول الله. فيقول: كنت أسمع الناس يقولون هذا، إنه كان يسمع عن رسول الله وما كان متبعا لرسول الله، كان مستهزئا بسنة رسول الله، يضرب بشرع الله عرض الحائط، إنما اتبع هواه واتبع شهواته واتبع ملذاته واتبع هوى نفسه وشيطانه فأضله الله جل وعلا. فيضربانه ويقولان له: لا دريت ولا تلو. ويأتيه رجل قبيح المنظر عليه ثياب سود دسن الرائحة فيقول له: أبشر بأسوأ يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالسوء والشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا كذبك، أنا تركك للصلاة، أنا سرقتك، أنا قولك الزور، أنا شهادتك الزور، أنا أكلك للحرام. أبشر بأسوأ يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ثم يفتح له بابان، باب إلى الجنة وباب إلى النار. فيقول له الملكان: هذا مقعدك في الجنة لو أنك أطعت الله، ولكنك ما دمت قد عصيت الله. فيغلق باب الجنة ويفتح عليه باب النار فيأتيه من حميمها وسمومها وزقومها فيصرخ في قدرك ويقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، لما يراه من عذاب أليم ينتظرك عند الله. عباد الله، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الأخيار الكرام، إن هناك أسباب وأعمال توجب عذاب القبر، وهناك أعمال وأسباب توجب نعيم القبر. فبأعمالك أنت وبأفعالك أنت
يكون القبر عليك روضة من رياض الجنة أو حفظة من حفر الله. وعن هذه الأعمال وهذه المسببات وعن مسببات عذاب القبر والمنجيات من عذاب القبر سيكون لقاؤنا بفضل الله جل وعلا في الجمعة المقبلة إن قدر الله ذلك وإن كان في العمر بقية. وأختم هذا اللقاء الطيب المبارك بقول ذكر العابدين عليه وهو يذكرنا جميعا ويذكر جميع الناس بلقاء ربهم وبرسيلهم المحكوم. قال رضي الله عنه ورحمه الله قال: فإن عذاب لا تبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني وتمر ساعات أيامي بلا ندب ولا بكاء ولا خوف ولا حزن ولي بقايا لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أنزلني وقد تماديت في ذنبي ويغفرني ما أحلم الله عني حيث أنزلني وقد تماديت في ذنبي ويغفرني وتألني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطبيب اليوم ينفعني وكأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطبيب اليوم ينفعني واشتد نفسي وصار الموت يكذبها من كل عرق بلا يقسم ولا أغني وطعام من كان أحب الناس في عجل نحو الممثل يأتيني يمثلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأخرجني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار طرقي قريب الماء يوقفني وأسكب الماء من فوقي ووسلني وزنا ثلاثا ونادى القوم بالكفن فألبسوني ثيابا لا اتهام لها وصار ذاتي حروقا حين حلقني وحملوني على الأعناق أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا وقوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأخرجوني من الدنيا فواسفا وأخرجوني من الدنيا فواسفا على رحيم بلا بال يبلغني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني في القبر يكشف عنك الوجه لينظر حالك ومآلك وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال غلوا عليه التراب وارتلوا حسن الثواب من الرحمن في المنن ومنكر ونكير ما أقول لكما وقد آلني أمرهما جدا فأفزعني وأقعداني وجدا في مساءلتي ما لي سواك إلهي من يخلقني
ومنكر ونسيم ما أقول لكما، وقد آلني أمركما جدا فأتبعني وأقعداني وجد في مساءلتي، ما لي سواك إلهي من يخلصني، وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها بالأهل والوطن، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن، يا نفس ويحك كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا وانت ارحم الراحمين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انا نسألك ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا، اغفر الذنوب يا علام القلوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا فانك بنا راحم، ولا تؤذبنا فانت علينا قادر. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر لا اله الا الله في ربوع الارض ومشارقها. اللهم انا نسالك بفضلك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام ان تنصر المجاهدين في سبيلك، وان توفق ولي امر البلاد الى كل خير، الى ما فيه الخير للعباد والبلاد، وان توفقه الى كل ما يرضيك يا ذا الجلال والاكرام باقامه شرعك يا رب العالمين، وان تهيئ له بطانه صالحه تعينه على امر دينه ودنياه. اللهم لا تجعل للكافرين عليه ولا علينا من سلطان، اللهم لا تجعل للكافرين عليه ولا علينا من سلطان. اللهم اجعل قراراتنا كلها من كتابك يا رب العالمين، واجعل حياتنا على شرعك يا ذا الجلال والاكرام. احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واحشرنا مع الانبياء يوم القيامه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم اسمع شتات المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من الفرقه والشتات، ونعوذ بك من غضاب الداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم يا حليم يا ستار لا تكشف الستر عنا ولا تفضحنا بين خلقك يا رب العالمين، وكلنا حيث كنا وانصر بنا ولا تنصر علينا. انت ولينا فانصرنا، وانت الهنا فارحمنا، وانت رازقنا فارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. تقبل منا الدعاء ولا تخيب الرجاء، فانت رب الارض والسماء يا حنان يا منان يا ذا الجود والكرم يا ذا الفضل والاحسان. لا تردنا خائبين، وارجعنا الى اهلنا مذمورين، وارجعنا الى اهلنا والى ديارنا وقد غفرت لنا الذنوب والاوضار. نسالك يا عزيز يا غفار الا تدع لنا في هذه الساعه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا اذهبته، ولا حزنا الا جعلته فرحا وسرورا. اللهم تقبل منا واختم بالصالحات اعمالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.